رد عليها. بتخبي بس بتخبي الاكل ليه؟ تضرب امها تتغشم عليها. عاوزه منها ايه؟ جابت ضربت امها. ازيكم اخواتي واصحابي عاملين ايه؟ متابعين قناه محمد والبطله لولو، اهلا بكم في فيديو جديد. لولو طبعا عارفينها الغنيه عن التعريف، ودهب بنتها قليله الادب مش متربيه، عاوزه تتربى من اول وجديد. النهارده فيديو جديد عن دهب بتخبي الاكل، فاحنا هنشوفها وهي بتخبي الاكل ونشوف كل حاجه عنها بتعمل ايه في الاكل وبتخبيه، وهنشوفها وهي بتضرب امها بعد ما كانت امها وهي صغيره هي اللي بتضربها وتعلمها الشراسه. الكلب عادت قليله الادب خالص وما عادش حد مالي عينها تقريبا، وعاوزه تتظبط من اول وجديد. كلب فركه قوي وبتفرك حركات كتير، ما عادش عارف اعمل معاه ايه. ولولو زي ما انتم عارفين اللي لولو بقت هاديه خالص وكلبه حنينه جدا، وانا بحبها قوي عن دهب، عشان دهب ده قليله الادب وعاوزه تتربى. فيديو النهارده هنتكلم فيه لولو قفشت دهب بتخبي الاكل، وانا قفشت دهب وهي بتخبي الاكل، عشان انا بقول كل يوم الاكل بيروح فين، مش عارف هو بيروح فين. فالمعلمه دهب طلعت بتاخد الاكل تروح تدفنه في التراب، تروح تحطه ورا السجاد ورا اي حاجه، واحنا ما نعرفش عنه اي حاجه. بكتشف كده اما باجي انضف بلاقي الاكل مستخبي، بقول مين اللي جاب الاكل هنا؟ اتاري المعلمه الصغيره هي اللي بتسرق. يلا بينا نشوف الفيديو، وما تنسوش تعملوا اشتراك للقناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، عشان في تحديات جامده جدا. ما تنسوش بقى، يلا بينا نروح نشوف الفيديو. لازم الكرباج عشان يتدخل، عشان الكلبتين دول هيضربوا بعض ويعوروا بعض دلوقتي. حمام فوق اهو، حمام جه يتفرج على لولو ده. خلاص شوفوا الام بتكشر ازاي. ام عليها تكشيره لو نتشتها واحده هتقطع لها لسانها. فاحنا هنبدا نتدخل يا جدعان، هنبدا نتدخل. شوفوا اول ما نشوف الكرباج. تعالى ده تعالى ده. والمشكله اللي لولو تعبانه اصلا. تعال احنا كده جبنا سحبنا دهب، لولو تيجي معانا بقى، بس نسحب دهب الاول. تعالى ده، تعالى يلا، تعالى قلة الادب. اقعدي يلا، اقعدي. لا اقعدي يلا، اقعدي يا طنط. خلاص كده اقعدي بس. ولولو هبطت خلاص كده لولو جابت اخرها، ودهب ايه هي اللي لسه فيها صح ماشي. فاحنا ايه عاوزين نعرف بقى حوار تخبية الاكل ده ايه نظام عليه كده. اقعدي. انت بتخبي الاكل ليه؟ رد عليها. بتخبي اقعدي بس. بتخبي الاكل ليه؟ حد طلب منك اللي انت تخبي الاكل؟ حد حرمك من الاكل؟ غلط كده يا ده. تعالي اقعدي، تعالي اقعدي عند جيلنا. تعالي اقعدي. لا اقعدي يلا. حد حرمك من الاكل؟ هو حد حرمك من الاكل؟ بعد كده اقعدي. هو مين اللي اتعور؟ اقعدي. اتعورت ولا بس اقعدي. مين اللي حرمك من الاكل؟ هقول لكم يا جدعان سبب تخبية الاكل ده عموما. الكلبه لو اتربطت هنا في المربط ده او دخلت البوكس او حطينا لها الاكل تاكل الاكل كله، تمام؟ لو سبتها مفكوكه وما خدتش بالك وسبت قدامها الاكل هتقعد تجري وتخبي في الاكل، هتخبي الاكل كله. بشوفوا هي ما بتبطلش، راحت تضرب امها تاني. تعالى لولو. هتروح تخبي الاكل ومش هتسيبه. لو هي مفكوكه، لو هي مربوطه هتضطر اللي هي تاكل الاكل كله. الاكل كله هتاكله لو مربوط او جوه البوكس بتاعها، هتاكل الاكل كله. لكن لو انت سبت كلبك لو لسه صغير هيتعود اللي هو يخبي الاكل، عشان هو كده اكنه بيلعب، هيخبيه عشان يبقى يروح ياكله ايه في وقت تاني. بس كده، دي حلقة النهارده. لو كلبك بيعمل كده او بيخبي الاكل عموما، فانت المفروض تربط الكلب وقت الاكل، يا اما تدخله البوكس بتاعه وقت الاكل، يا اما تقف قدامه وهو بياكل، عشان تعرف الكلب بيودي الاكل فين. ممكن الكلب 5 دقايق وما تلاقيش ولا قطعه اكل قدامه، كده هو راح خباها، فاهمني؟ وفي كلاب بتبقى جعانه ممكن تاكلهم على طول. انا شوف الهبل، انا خايف بس رجلها تتكسر في ماسوره من المواسير اللي هي قاعده تجري وراهم دول.
عشان هي لسه عضمها مش اللي هو، بس هي بتقعد تترخم على امها. شوفوا الهبل، راحت تمسك امها تضربها عشان تعرف امها عاوزه منها ايه. جرت امها، ضربت امها وجري اهي. بصوا تضرب امها وتتغشم عليها. بصوا الرخامه بتحضها جامد ازاي، بتغل على امها عشان امها عاوزه تعرف هي بتروح تعين الاكل فين، وبتتراخم على امها. ما بتسكتش الصغيره، ما بتسكتش. سامعين طرقعه السنان؟ يعني ممكن اصلا كلبه تتعض من غير قصدهم وهم بيلعبوا. بس بصوا الصغيره بتنام الكبيره وبتضرب الكبيره اللي هي امها اللي حملت فيها شهرين ورضعتها شهرين. بتضرب امها في الاخر. بصوا حصلت كده البنت تضرب امها. يا لهوي. لا كده الام بقى بدات تتضايق وتتعصب. بس خلاص. شوفوا الانياب بتطلع ازاي. التكشيره اللي هم بيكشروها لبعض دي ممكن كلب يتعض فيها اهي. بصوا. والمشكله اللي لولو مش واخده تطعيمه السعار، فانا خايف على دهب، ودهب لسه ما اتطعمتش السعار، فدهب لسه هتطعم كمان كام يوم واخد لولو طعامها معاه. خايفه ليه يا دهب دلوقتي؟ تعالى لولو شوفها عاوزه ايه. شوفها بتخبي الاكل ليه الحراميه دي. ايه تروح تشرب وبعد كده ترجع تترخم مع امها. شوفوا الرخامه اللي احنا فيها. شوفوا تروح تشرب تاني وترجع تترخم على امها عشان امها غلبانه ما بتعملهاش حاجه. تعرف دي لو ام مثاليه كانت خلتها تقف في فراخ الجمعيه. مش عارف اعمل معاها ايه، مش عارف اعمل مع دهب ايه، مع الرخامه اللي بتترخم على لولو. امها غلبانه والله، واغلى من الغلب، ولا لها في اي حاجه. والست طيبه وكتر خيرها اللي هي جابت لنا استاذه دهب. بس كفايه على لولو كده يعني، حرام. مش حقها اللي هو يحصل فيه كده. لا ده هي المفروض تعيش معززه مكرمه وتنزل بيتها تاني تحت وتعيش حياتها تاني. لكن هي مش متعوده على الحياه فوق السطح. لكن دي عشان اتولدت فوق السطح فبقت شوارعجيه. بتحب الصياعه وقله الادب. لكن لولو مش عارف اعمل معاها ايه. غلبان طالع عينها، شقيانه شقيانه. لكن دي بصوا ضرب امها ازاي، قله ادب. كده بقى احنا نبدا نتدخل عشان خلاص لولو كده بدات تكشر جامد وهتعضها لنا عضه. بس هتعضها لنا عضه تموت البت ولا حاجه تسعرها. بس خلاص. مفيش خلاص. لازم الكرباج عشان نتدخل. راح تخبيه. شوف هتخبي فين. ليه بتخبيه؟ انا عاوز اعرف ليه انت بتخبيه. خدته تاني. هتروح تخبيه هناك او هتاكله بقى، عشان هي خلاص عرفت اللي احنا قفشناها وهيتزعل لها وممكن تتضرب. ولولو قاعده تتفرج عليها ومش عارفه تعمل لها ايه. يعني لولو زهقت منها اصلا. الكلبه الصغيره اهي. بصوا هي كسرتها، عاوزه تحطها في البلاعه، تحطها في اي حته. بصوا بتخبيها، عاوز تخبيها في اي حته. بس انا مش هسيبها، انا وراها لحد ما نعرف هي بتخبي الاكل فين. ده هي كده مخبيه اكل كتير بقى. هي كده مخبيه اكل كتير عشان اما تجوع تبقى تطلع تاكله. ما تشبعش نفسها واما تجوع تبقى تطلع تاكله. دي غريزه عموما في الكلاب. وكان في كلبه حامل في الشارع والده، جبت لها اكل بزياده جدا، كلت اللي هي عاوزه تاكله وخدت الباقي. راحت حفرت حفره في شجره طين، كل الارض كلها طينيه.
حفرت وعانت الاكل كله ودفنته عشان لما تجوع تبقى تطلعه تاكله، عشان مفيش حد ياخده منها وياكله منها. بس دي احنا كده كده مش حارمينها من اكل، وهي بتاكل على طول 3-4 وجبات في اليوم، فمزاجها حلو، مش اللي هي محتاجه اكل. هي ممكن تكون بتتطافس او بتلعب. اهي بصوا هي كل شويه تخبيها، قاعده تبص لامها عاوزه تعرف هي امها عاوزه منها ايه. بصوا بتتسحب على امها، عاوزه تهجم على امها. شوف 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 ده قاعد يعمل ازاي. لو قلت لها كاتش هتهجم على امها. كاتش يا ده. شوف 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 ده. ما امسكيها يا لولو، ما تسيبهاش. امسكيها يا لولو، امسكيها ما تسيبهاش. تخبي الاكل ليه؟ امسكيها. تخبي الاكل ليه؟ امسكيها يا لولو. ما تسيبهاش تخبي الاكل. تعالي تعالي. ما تسيبهاش. احنا عاوزين نعرف هي بتخبي الاكل ليه. يعني كده معنى كده ان نص الاكل ده بيستخبى. نص الاكل ده بيستخبى بيروح فين؟ هو انا بدفع مصاريف عشان انت حضرتك تخبي الاكل؟ عشان انت حضرتك تخبي الاكل؟ ايوه لولو خدتها. خديها يا لولو كليها، ما تسيبها لهاش. كليها شاطره. اجري يلا. ده خدتها منها تاني. ده الكلبه مستقرانه علينا بقى. تاخد الاكل وتخبيه، تاكل الاكل وتخبيه المعلمه، واول لما تزهق تقوم واكلاه. طب احنا عاوزين نعرف ايه السبب ده بقى. ايه سبب تخبيتك للاكل؟ حد حرمك من الاكل؟ ما حدش حارمها من الاكل والله، والله ما حد حارمها من الاكل. الطبق الاكل قدامها اهو كان مليان وهي اللي خلصته، بس اول ما بتتفك بتعمل كده مش عارف ليه. تعمل ايه؟ خبيتها ليه؟ بتخبيها ليه؟ فيها عفاريت ولا ايه؟ بتدفن الاكل؟ في عفاريت؟ ما تشوفي بنتك يا بنتي بتدفن الاكل ليه؟ الصغيرة بتدفن الاكل، مش عارف بتدفن الاكل ليه؟